السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الشيف محمد سلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة ووصفة بسيطة. هنعمل مع بعض صينية كفتة بالطحنية. قدامنا المكونات: 1 كيلو لحم ضاني مع ربع كيلو ليا. لو مفيش لحم ضاني عادي مفيش مشكلة، بستغنى عنها خالص، بستغنى عن اللحم الضاني بأي نوع لحمة تاني. بحط عليها البصل والبقدونس بتاعي، ملح فلفل اسود، معلقة توم بسيطة. ببدأ افرمها في المكنة وشين 2 بالظبط، ونعملها في الصينية زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نطبعها. طبعا الكلام ده كله بعد ما احنا سيبناها في التلاجة حوالي ساعتين تلم مع نفسها كده، عشان انا مش عايزها تكش مني في الفرن بتاعي. بنبدأ نظبطها في الصينية بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما نظبطها كويس بنقطع لها الخضار بتاعها، اللي هو عبارة عن بطاطس سلايز وطماطم سلايز وبصل سلايز. هي ما خدتش اي حاجة غير بصل وبقدونس وملح فلفل اسود معلقة توم بس، فقط لا غير. وهنبدأ دلوقتي مع بعض واحدة واحدة، نوريكم ازاي الخضار بتاعها وازاي ان احنا بنعمل صوص الطحينة وبيكون قوامه عامل ازاي. وبنبل ايدينا مية كده زي ما انتم شايفين، وبنساوي الصينية بتاعتنا كويس. صوص الطحينة بتاعنا اهوت. طحينة خام ادينا لها سنة خل كأننا بنعمل صوص طحينة عادي خالص. نديله سنة ملح، سنة كمون، سنة كزبرة، سنة شطة لو حابين، فص توم مفروم. ننزل عليه بمية سخنة. بنخلي القوام بتاعه خفيف لأنه لسه هيخش الفرن برضه. أنا مش عايزه يخرز معايا أو يعمل حبوب. يديله عصرة ليمون برضه في الآخر. أنا عايز طعمها يكون فيه سنة مزازة بسيطة. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، أسهل من الكفتة بكتير، وبتحس إن هي طعمها خفيف وأحسن. ناكلها مع الرز الشعرية، ناكلها مع رز أبيض، مع أي شيء. شايفين الصوص في المرحلة الأخيرة بتاعته بقى خفيف إزاي. بدأنا نقطع البطاطس بتاعتنا سلايس خفيف زي ما انتم شايفين. بقطعه سلايس خفيف، وبعد كده بنزل بقى في الزيت نص قلية، علشان كده كده الكفتة ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. بالظبط كل الحكاية تلت ساعة في الفرن. ببدأ إن أنا باخد البطاطس بس الشكل اللي انتم شايفينه في الزيت نص قلية، وأرص وأسيب مسافة حوالي 1 سنتي من الحراف علشان الكفتة بتاعتها هتكش. بسيب مسافة كأني بعمل البيتزا برضو، بسيب مسافة برضو من الأحراف، ما بقفلش على الأحراف بحالها، عشان البيتزا بتاعت سوري، عشان اللحمة بتاعتها هتكش، عشان ما يبقاش فيه مكان من غير بطاطس. برص البطاطس وببدأ إن أنا برش عليها سنة ملح وفلفل أسود، وبعد كده بحط الطماطم بتاعتي عليها، بتكون متقطعة سلايزات خفيفة برضو. وبعد كده بحط البصل بتاعي عليها برضو، وبتخش الفرن حوالي تلت ساعة بس أو ممكن أقل. بعد ما بتستوي بعد التلت ساعة ببدأ ان انا ابص عليها في الفرن، بلاقيها جابت مية كتير وكشت جدا. ما خافش، ببدأ ان انا اشيلها، بصفي منها المية. خلاص كده انا خدت منها اللي انا عايزه، بصفي المية دي مش عايزها. وببدأ بنزل بصوص الطحينة بتاعي عليها علشان تخش الفرن وتتسبك وتاخد طعم الطحينة بتاعي. عرفت ليه انا محبتش اديها توابل كتير؟ عشان انا عايز الطحينة هي تكون طعمها الاساسي مع اللحمة. رشة الملح والفلفل بسيطة هي. بصل متقطع حلقات او سلايس خفيف جدا جدا، عشان ما ياخدش معايا وقت في الفرن. تدخل الفرن اهيت زي ما انتم شايفين، تلت ساعة بالظبط هتطلع من الفرن. فيها شوية مية بساط جدا، بصفي منها المية وبديها صوص الطحينة بتاعي. اهو شايفين شكلها عامل ازاي، كل شيء فيها استوى. فيها شوية مية بساط، ببدأ اصفيهم. بنزل بالطحينة بتاعتي وبدخلها الفرن تاني 10 دقايق، وببدأ أقدمها لأطفالي أو أهل بيتي أو اللي أنا عازمهم، وبألف هنا والشفا عليكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك في القناة، وأي فيديوهات انتوا عايزينها احنا تحت أمركم في أي شيء وفي أي وقت.
كان معكم الشيف محمد سلام، ونشوفكم في فيديو تاني جديد إن شاء الله.